تفتكر طبيعي تكون قائمة منتخب مصر ما فيهاش ولا لاعب واحد اقل من 24 سنة؟ وتفتكر اللاعب اللي في نفس السن ده عادي يتقال عليه ناشئ؟ اكيد في حاجة غلط، عشان كده قررت ارشح نفسي رئيس لاتحاد الكورة. مبدئيا اول حاجة هلغي الحي، مفيش حاجة اسمها حي. وزير الوزراء كابتن ابو تريكة. وزير الوزراء يعني ايه؟ اللي هو يعني يبقى ماسك رئيس الوزراء. ايوه خليك معايا انت بقى، ما قلت لك. ماشي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. والحقيقه وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت، فرجعت لكم بحلقه جديده. في الايام اللي فاتت شفت ناس كتير بترجع لفيديوهات قديمه ليا وانا بتكلم على فكره اهدار المواهب، وبتقول لي رايك كان صح وعرفت منين، وحسسوني اني ساحر افريقي وليا كرامات. بس الحقيقه ده سيناريو متوقع ما فيهوش اي جديد. فكره المواهب والناشئين اللي بيتم اهمالهم واحباطهم سواء بالواسطه او الاستسهال عمرها ما هتنتهي. وانا عرضت مشاكل الكره المصريه في فيديوهات كتير، بس بيني وبينك كده فكرت وقلت وبعدين، فقررت اعمل حاجه مختلفه ومحدش عملها قبل كده في اليوتيوب. قررت اعمل خطه تطوير كامله للكره المصريه، لان بصراحه خطه اتحاد الكوره للتطوير في 2038 متسرعه جدا ومش عجباني. الله، اطير ولا ايه؟ لا ما تطيرش يا عم، إيه؟ انا اسف. على مهلنا. واخدك رحله معايا جوه دماغي كرئيس محتمل لاتحاد الكوره، ونعرف المشكله فين وازاي نحلها. ولكن ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتوصلني 50,000 قبل نهايه شهر رمضان. مش عارف ليه قلبي مقبوض. لو شفت متوسط اعمار منتخب مصر في قائمه افريقيا الاخيره هنلاقيها تاني اعلى معدل اعمار في البطوله، واصغر لاعب في القائمه دي داخل على 25 سنه. وحتى اللعيبه اللي في السن ده واللي كانوا اخر جيل اولمبي لمنتخب مصر مش هتلاقي حد فيهم في التشكيله الاساسيه للمنتخب، رغم ان الاساسيين بتوعهم معدل اعمارهم اعلى بكتير، وبنفضل نعتمد عليهم حتى لو مستواهم اقل منهم. ولو جيت بصيت على اي منتخب افريقي حتى لو متوسط هتلاقي قوامه الاساسي واللي بيبني عليه المستقبل من لعيبه في السن ده ويمكن اقل. يعني مصر كلها عايزه تعرف ليه محمد هاني وهو عنده 30 سنه لسه ما عندوش بديل. لماذا يلعب محمد هاني كرة القدم؟ محمد هاني لعب حوالي 390 مباراه في مختلف البطولات. تخيل ان عدد مساهماته مع الاهلي ما عداش 40 مساهمه بين الصناعه والاهداف طول مسيرته، ده غير اخطائه الساذجه اللي بتتكرر كل مره. وده اللي بيخلي الجماهير لسه مقتنعه ان هو لسه ناشئ. ما هو محدش هيغلط نفس الاخطاء كل مره، او انه عدى سن ال 30 ولسه مش بيعرف يرفع. ارقامه دي لو مش بتدل على ضعف فني فاكيد بتدل على الاقل انه لازم يكون في بديل ليه. والقصه مش في هاني وحش ولا حلو، لكن احنا وصلنا لمرحله من العقم خلت كابتن حسام حسن والنادي الاهلي ما يكونش عندهم بديل في مركز الباك رايت غير احمد عيد. انا مش قادر استوعب ان هيجي اليوم واشوف احمد عيد الباك الاساسي لمنتخب مصر. لو انت من عشاق كرة القدم بتحب تتوقع مع اصحابك نتائج الماتشات من هنا ورايح، ممكن تتوقع وتكسب بلاي ستيشن 5 وجوائز تانية كتيرة جدا. يلا اكسب .com. الفكره لو اللاعب ملوش بديل عشان مالي مكانه واداؤه ثابت محدش هيتكلم حتى لو عدى عليه كذا جيل، لكن يكون اقرب بديل ليه اسوأ منه بمراحل وكمان مفيش غيره في اي مرحله سنيه، دي المشكله الحقيقيه. بس الحكايه مش في مركز ولا اتنين، القصه بقت في كل الجيل اللي جاي. يعني انت كنت تعرف ان من مواليد 2003 ل 2009 مش بس اللعيبه دي مش موجود منها اي لاعب في المنتخب الاول، ده كمان اللعيبه اللي بتلعب اساسي في انديتها ممكن تعدهم على الايد الواحده. معقول مفيش اي لاعب تحت 23 سنه يقدر ينضم للمنتخب؟ يعني جيل كامل من سن 16 ل 23 سنه واللي المفروض افضل لعيب على مستوى مصر ما خدوش اي خبرات ولا احتكاك محلي ولا دولي. طب يا شرنوبي ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا داخلين على مرحله اسوأ من اللي فاتت، لان مع نهايه كاس العالم اللي جاي معظم الجيل ده هيكون يا اما اعتزل يا اما شطب كوره، ولما تيجي تعتمد على اللعيبه اللي اصغر منهم مش هتلاقي لهم اي خبرات دوليه، ممكن كمان ما كانش انضم للمنتخب قبل كده. حتى اللعيبه اللي هيكونوا كباتن الفريق في المستقبل عدد مبارياتهم الدوليه قليله جدا. مصطفى شوبير واللي فيه اجماع انه المفروض يبقى الحارس الاساسي في الاهلي وفي منتخب مصر داخل على سن 26 سنه ولسه ما اخدش فرصه، وبيدولك احساس ان هو لسه ناشئ تحت الاختبار. مصطفى شوبير لحد دلوقتي لعب بس 5 ماتشات دوليه، وحسام عبد المجيد واللي المفروض بتبني عليه المستقبل لعب حوالي 11 مباراه دوليه، وابراهيم عادل واللي كان مكسر الدنيا في اولمبياد طوكيو وكان منور قوي في بطوله فيها لعيب على اعلى مستوى لعب حوالي 20 مباراه دوليه معظمهم كبديل، وفضل يتاخر سنين وانتهى بيه الحال في الجزيره الاماراتي. وعموما الجيل ده كله كده عدد ماتشات الدوليه قليله جدا، يعني الجيل اللي جاي واللي بعديه على الله ان شاء الله. طب عشان ما تتوهش مني، احنا لحد دلوقتي قدام مشاكل كتير، مجاملات واختيارات غلط وادفع عشان تلعب وحاجات تانية كتير. بس تعال نمسك العمود الفقري للمشكله ونفهم ايه الحكايه بالظبط قبل ما نحلها. البدايه كانت فشل كل المراحل السنيه لمنتخب مصر في بطولات كتير. اتحاد الكوره بقاله كذا سنه بيعمل كارثه من الكوارث، وهي الغاء المواليد الزوجيه. يعني لو انت حظك في الدنيا جابك مواليد 2006 او 2008 عشان اتحاد الكوره يقلل عدد المنتخبات وبالتالي يقلل عدد النفقات بيلغي منتخب المواليد الزوجيه. يعني منتخب 2008 منتخب حمزه عبد الكريم وبلال عطيه في البدايه لغوا لهم دوري الجمهوريه مواليد 2008 عشان يقدروا يركزوا اكتر في معسكر المنتخب اللي هيروح كاس العالم، ولكن بعد خروج منتخب 2008 من كاس العالم لغوا لهم المنتخب كله، والسبب كان عشان يقدروا يركزوا اكتر مع المراحل السنيه الاكثر تاثيرا في الكره المصريه. وعشان تعرف حجم تاثير الموضوع، مش ساعات بتسمع جمله اللاعب ده لاعب منتخبات؟ الجمله دي بتعود اللاعب على المعسكرات والاجواء وبتفرق اللاعب الدولي عن المحلي، وبتخلي سرعه وصوله للفريق الاول اكتر وفي عمر اقل. فلما انت تيجي تلغي مواليد معينه وتشيلهم من الكره المصريه دي كارثه، لان مش معنى ان المنتخب فشل ان الجيل كله بايظ وما صرفش عليه معسكرات ولا اهتمام ولا اعرف المشكله فين. والدليل ان حمزه عبد الكريم من نفس المنتخب اللي فشل في الصعود وراح برشلونه، وده كمان موجود في اجيال كتير. جيل زي منتخب مصر مواليد 95 ده من اكتر المنتخبات اللي فشلت في تحقيق اي حاجه. يكفي اقول لك بس انهم طلعوا من تصفيات افريقيا
وما لعبوش البطوله وتم الغاء مواليدهم. بس المصادفه ان ده من اكتر الاجيال اللي فيها لعيبه لسه مكمله لحد دلوقتي في الكره المصريه والدوري المصري، وبرده جيل زي مواليد 2000 واللي بيعتبر برده من افشل الاجيال، وكان بيتريقوا عليه انه جيل ابناء النجوم عشان فيه اكتر من لاعب من ابناء المشاهير. الجيل ده برده خرج من تصفيات افريقيا، بس رغم كده كان بيضم مصطفى شوبير واللي الناس بتعتبره دلوقتي احسن حارس في مصر. لكن اتحاد الكوره اول لما يلاقي مرحله سنيه بتفشل بيلغيها وما بيهتمش بيها، وبيضيع على جيل كامل الفرصه الوحيده انه يتشاف او يحتك مع المنتخبات الثانيه او ان النادي بتاعه يشوفه فيساعده الفريق الاول. قصه السنين والشهور الميلاديه دي ليها خبايا واسرار كتير محدش يعرفها، ان ممكن يكون شهر ميلادك سبب انضمامك او عدم انضمامك لقائمه منتخب في مرحله سنيه معينه، او انك تتقبل في اختبارات الانديه. ليه؟ لان المدربين عندهم اعتقاد سيء، وده برضه بيدل على جهل، ان اللاعب اللي مواليد اول 4 شهور من السنه زي يناير وفبراير وهكذا بيكون فارق جسمانيا عن الشهور الميلاديه الاخيره، فيقدروا يستفيدوا منه بشكل اكبر. لكن اللي ما يعرفوش ان ده لمرحله سنيه معينه، وغالبا بتكون من سن 15 ل 16 سنه، سن مرحله البلوغ، وبعد كده التكوين الجسماني كله بيتغير، فالمدرب بيلاقي اللاعب اللي كان فارق قبل كده عن زمايله بعد كده لاعب عادي جدا. ولو انت ركزت على شهور ميلاد اي مرحله لمنتخب مصر هتلاقي اغلب لعيبته من الشهور الاربعه الاولى، وكمان اغلب اللعيبه اللي بتلعب في فرق كبيره وبيتم انتقادهم على طول نفس الكلام. يعني زي ما قلنا قبل كده ان محمد هاني بيتم انتقاده والناس شايفاه انه بقاله كتير مش بيحصل له تطور، برضه من مواليد شهر يناير. واحمد عيد بديله في المنتخب والمفروض بيتحضر لنفس المركز باعتباره كان في المنتخب الاولمبي ودلوقتي في منتخب مصر، من مواليد 1 يناير، والاثنين فعلا ارقامهم جباره. تغيير نمطي، قصب بقصب، ما فيش مشكله. ممكن تتوقع ان ده صدفه وبتحصل عادي. طب صدفه برضه ان احمد نائل باك يمين منتخب مصر تحت 20 سنه يكون برضه من مواليد 1 يناير؟ اكيد لو صدفه مش تحصل لثلاث اجيال لنفس المركز. وزي ما قلت لك ان المنتخبات كل اختياراتها بتبقى بنفس المنطق، عشان كده هتلاقي اغلب اللعيبه المسننه في الشهور الاربعه الاولى، وخصوصا 1/1. شهاده الميلاد بتاعه حسن نفسه لما جبناها لقينا تاريخ ميلاده 1/1/99. اول ما تعرف 1/1/99 تعرف الموضوع فيه لعب. ده بقى من خلال الخبره الواحد خدها خلال سنتين. طب ده انا اخويا برضه مواليد كده برضه حاجه كده 1/1 يعني. ماشي بقى بس افهم منه انت مزور مصطفى ولا ايه؟ القصه دي برضه كانت موجوده في انجلترا، ان اغلب لعبتهم من مواليد الشهور الاولى في السنه، وكان اهم حاجه عندهم التكوين الجسماني مش المهارات ولا اي حاجه ثانيه، لحد ما عرفوا انهم بيلعبوا كوره مش العاب قوه وبداوا يعالجوا الموضوع. القصه مش معناها ان اي لاعب من مواليد الشهور الاربعه الاولى من السنه يبقى لاعب ضعيف، لكن الفكره في الطريقه اللي بيتم اختيار المواهب فيها حسب اجسامهم بس. وعشان كده اكيد سمعت كذا مره من كذا لاعب قبل كده قال انه ما اتقبلش في الاختبارات لان المدرب قال له جسمك ضعيف وما تنفعش. وانا بلف في الملعب يعني هو ناداني، بس انا مش هقول للشخص انت جسمك صغير قوي يعني مش تاكل، فانت فاهم الكلمه ده. فانا عندي دايما اقتناع ان هي مش حته جسم او انت جسمك صغير. طب دلوقتي انت لاعب موهوب ولاعب منتخبات والناس كلها بتتكلم عنك، هل القصه هتبقى ورديه معاك؟ الاجابه لا. اللعيبه الشباب بيواجهوا صعوبه في اللعب سواء للفريق الاول او للمنتخب، والموضوع بيحتاج وقت طويل، واللاعب بيبقى عنده 23 سنه ولسه بيتعامل انه موهبه صاعده ولازم ياخد فرصه، وده نتيجه ضغط النتائج اللي بيتحط فيها المدرب اللي عارف انه لو خسر ماتش او ماتشين ورا بعض هيمشي، فطبيعي اكيد مش هيخاطر ويلعب بالناشئ اللي ممكن يغلط، فهيلعب باللاعب المضمون اللي متجرب قبل كده حتى لو مستواه 50%. ده غير طبعا وافر الصفقات والسماسره اللي كل هدفهم انهم ياخدوا عموله على انتقال اللعيبه. وفي صفقات كتير حصلت كان هدفها السبوبه مش جوده اللاعب، لكن تصعيد اللاعب الناشئ بيحصل ببلاش ومن غير اي مصلحه، فمحدش بيزق فيه. وانا كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في حلقه حقيقه المدربين والسماسره. كمان غياب بيانات ومعلومات اللعيبه، مفيش داتابيس حقيقيه لارقام اللعيبه الشباب في دوري الجمهوريه. مدرب الفريق الاول ما يعرفش مين مميز تحت الا بالصدفه او التوصيه. وعلى فكره منتخب مصر في اغلب المراحل السنيه بيتجمع كده، لان المدرب اللي بيمسك مرحله سنيه قبلها بشهر من البطوله اللي مشارك فيها ازاي هيعرف امكانيات اللعيبه من غير داتا؟ وكمان ما كانش عارف ان هو هيبقى مدرب المرحله دي فاتفرج على ماتشات مثلا، كله بيتم بالتوصيه ومكالمات التليفون، فبيخلي الموضوع ما فيهوش اي عدل، ودي حقيقه انا متاكد منها. كل ده بيخلي النادي والمنتخب مستبعد فكره ان اللاعب عنده 20 سنه ويكون في قائمه الفريق الاول، ولكن اللي بيحصل في اوروبا والدول المتقدمه عادي تلاقي لاعب في نفس السن ده داخل على فتره البيك بتاعته وفي قائمه المنتخب الاول. فخليني اوضح لك القصه اكتر. كلنا شفنا حمزه عبد الكريم مع الاهلي في بطوله كاس الرابطه، اغلبنا كان مستني يشوف مستوى اللاعب اللي برشلونه عايزه تتعاقد معاه، بس اكيد انت جالك احساس ان ده لاعب عادي وما فهمتش ليه برشلونه عايزاه، شافوا فيه ايه احنا مش شايفينه، وفعلا هو ما قدمش اي حاجه مبهره في البطوله تخليك تقول عشان كده برشلونه عايزاه. بس ده احساس زائف، لان فكره انك تحكم على لاعب لسه ما كملش 18 سنه بيلعب بطوله في مستوى بدني وفني تاني غير مستويات مباريات الناشئين اللي في نفس مرحلته السنيه، ده حكم غلط، لان اللاعب في السن ده بالذات محتاج انه يبدا ياخد عدد كبير من المباريات عشان يقدر يتاقلم على المستوى الجديد اكتر ما تنتظر منه اهداف واداءات مبهره، وده اللي اسمه الاحتكاك. عشان كده برشلونه شافوا فيه حاجه احنا مش شايفينها، ما كانوش مهتمين ان هو خارق وبيجيب اهداف ولا لا، لكن كانوا مهتمين ان اللاعب بوتنشال في المستقبل وقابل للتطور بشكل كبير. طب بره بيعملوا ايه احنا ما بنعملهوش؟
هقول لك، في اغلب الدوريات الاوروبيه اللي تحت مظله الاتحاد الاوروبي بتقول ان اللاعب لما يوصل لسن 19 سنه ما ينفعش اقول عليه ناشئ، ولازم اصعده مرحله مختلفه من الاحتكاك البدني والريتم والمستوى، وما ينفعش يفضل يلعب في نفس المستوى، يعني بياخد الكوره كده عظمه ينشف، لان لو فضل يلعب في نفس المستوى مستحيل يتطور ولا بدنيا ولا فنيا. عشان كده كل سنه زياده بيفضل يلعبها بعد سن 19 ما بتضيفلوش اي حاجه غير انها بتاخره وبتقلل معدل تطوره، لكن في نفس الوقت صعب جدا اصعد لعيبه صغيره، حتى لو نفع وحصل مع لاعب معجزه وفلته مش هيحصل مع كله، ده في مئات من اللعيبه الثانيه، مش كل الفرق عندها رفاهيه تصعيد اللعيبه. عشان كده كان لازم يلاقوا حل، وده هيكون اول اقتراح في مشروع متواضع. في دوريات زي الدوري الاسباني والالماني والهولندي لجؤوا لنظام اسمه دوري الرديف. النظام ده ببساطه لو انت نادي في اي دوري من الدوريات دي مسموح لك تشارك بفريق تاني في الدرجات الادنى، ولكن بشرط مهما اجتهدت ومهما لعبت ومهما فزت ما ينفعش تلعب في الدرجه الاولى للدوري او تكون في نفس الدرجه اللي بيشارك فيها فريقك. النظام ده كان فعال جدا ومن الاخر رضى الكل. اتحاد الدوريات دي زود القدره التنافسيه في كل الدرجات ونزل بالاعمار، واللعيبه الشباب بقى عندهم فرصه يحتكوا بلعيبه في مستوى بدني مختلف واعمار اكبر منهم ومستوى فني اعلى، وكمان عايزين يصعدوا للدرجه الاعلى، فزود معدل تطورهم من غير ما يحتاجوا يشاركوا مع الفريق الاول، والنادي بقى عنده فرصه يشوف اللعيبه الشباب وما يحتاجوش وقت في التاقلم مع الفريق الاول للنادي. عشان كده برشلونه هيضم حمزه عبد الكريم لبرشلونه بي اللي بيلعب في الدرجه الثالثه الاول، ياخد فتره من الاحتكاك وتبدا من خلال الفتره دي يقيموا نقط القوه ونقط الضعف ويحاولوا يطوروها. وطبعا كل دوري وكل نادي وحسب سياساته ومنهجه في تصعيد الشباب. فكره زي فكره دوري الرديف دي مش بس هتدي فرصه للشباب اكتر، دي هتعمل حركه ثوريه في جميع قطاعات الكوره وهتقلل لك معدل اعمار اللعيبه. وطبعا في انديه مش بتكتفي بس بمجرد الاحتكاك ده، دي كمان عندها اكاديميات بسيستم علمي ومنهجي لصناعه وتطوير اللعيبه الموهوبين قبل ما يخشوا المرحله دي. ولكن قبل ما اقولها لك في حاجه لازم احذرك منها، انت كواحد بتحب الكوره وعندك حلم تبقى لاعب كبير ونفسك تحققه، فطبيعي في الاول لازم تدور على نادي او اكاديميه، وعشان انت كحيان وبتكح تراب ومعكش فلوس زي حالاتنا الاكاديميه فمش بيبقى قدامك حل غير انك تروح لما يسمى بالاختبارات. والحقيقه هم ضحكوا عليك، هي مش اختبارات، دي مجرد تصفيه، لان مفيش اختبار بيبقى عباره عن 10 دقائق ويمكن اقل واستكمل اللعيبه دي. وعشان الانديه دلوقتي كلها بقت استثماريه، لا وكل نادي عامل تسعيره حسب درجته، فهي بتضطر تدفع كل اللي حيلتك بعد ما ابوك استلف من طوب الارض عشان يوفر لك فلوس للانديه دي، على امل انك هتساعده في المستقبل او تاخدها من قصيرها وتقول بلا كوره بلا حلم واروح اتعلم لي صنعه واركز في مذاكرتي. عشان كده لو حابب تستفيد بكل ادوات الاي اي سواء في شغلك او دراستك، هتلاقي كل الادوات اللي هتساعدك في الكتابه او الصور زي شات جي بي تي وجيميناي وكلود في مكان واحد بس، منصه بلاتفو اي اي، واشتراك واحد بس على جميع المودلز، يعني مش هتحتاج تدفع اشتراك لكل اداه. وكمان لو استخدمت برومو كود شارنوبي برو هيجي لك خصم 25%، يعني مفيش بعد كده الصراحه، لازم تستفيد بيها وهتلاقي كل التفاصيل في الديسكريبشن. في مشروع طلع من كذا سنه وحاول يحل مشكله اهدار المواهب دي، وهو برنامج كابيتانو مصر اللي كان معمول لاكتشاف المواهب اللي محدش يعرف عنها حاجه في جميع انحاء مصر، وتكون فرصه لكتير من الشباب وخاصه في الاقاليم انهم يتشافوا ويجي لهم فرصه، لان فعلا الكوره للفقراء. اللي ابوه غلبان ما بيلعبش كوره دلوقتي، اللي اهله معاهم فلوس هم اللي بيلعبوا كوره، ودي مشكله كبيره دلوقتي في مصر، اللي انت الناس ما بتاخدش بالموهبه، بتاخد انت هتدفع قد ايه. البرنامج ده اتعمل منه كذا موسم، لكن للاسف التجربه دي ما قدرتش تنجح ولا يكون ليها اي بصمه لحد دلوقتي. ليه؟ لانها تجربه غير كامله، وهقول لك ازاي. خطوه حلوه انك تبدا تدي فرصه للمواهب وتدور عليهم، خاصه المواهب اللي في الاقاليم والصعيد اللي بقى صعب حد يشوفها، لكن ما حدش فكر ايه اللي هيحصل بعد كده للمواهب دي، ايه البرامج اللي هتتنفذ عليهم او ازاي هيتم الاستثمار فيهم، لان كده انت ما فرقتش حاجه عن اختبارات الانديه اللي بتتعمل كل مره، انت مجرد قدمت كام لاعب ووزعتهم بعدها على انديه الدوري المصري، وهيخش نفس مسار الشباب اللي موجودين في نفس الانديه. مشروع زي كابيتانو مصر كان ممكن يتنفذ بشكل احسن من كده، لكن بالشكل اللي يتنفذ فيه مش هيقدر يدي التاثير الملحوظ ولا هيساهم في تطور الكره المصريه بالشكل المطلوب، لان القصه مش بس في اكتشاف المواهب لكن في المسار اللي هيسلكه المواهب دي. عشان كده الانديه الاستثماريه والاكاديميات اللي بقت كلها بالفلوس بالشكل اللي بيحصل في مصر ملوش اي علاقه بالرياضه ولا تطور المواهب دي سبوبه، وللاسف بيستفيد منها ناس كتير قوي في المنظومه. طب يعني ايه اكاديميه؟ لان مصطلح اكاديميه بيستخدم بشكل غلط عندنا في مصر، واول ما بتسمعه بيجي في دماغك ادفع عشان تلعب، لكن الاكاديميات زي اللي موجوده في اوروبا دي بتبقى تبع النادي وتحت مسؤوليته بشكل كامل، مش زي عندنا بياخدوا الاسم ويلموا على الحس شويه فلوس ويفضوا الليله، ولكن بيتم فيها اكتشاف المواهب عن طريق شبكه كشافين تابعين للنادي وموجودين في كل حته في العالم، وبعدها اللعيبه بيتم تطويرهم حسب مسار وسيستم كل نادي. عشان كده انا جبت لك نموذجين لانديه استغلوا فكره الاكاديميه والموضوع جاب نتيجه وقدروا يحققوا مكاسب ماديه وفنيه، وبالمره نفهم السر فين ونعرف الصوره الصح لشكل الاكاديميه. اكاديميه زي اكاديميه اياكس امستردام واللي معروفه بصناعه وتطوير المواهب عملوا نموذج اسمه TIBS. النظام ده بيقيس 4 حاجات بالنسبه لتطوير المواهب في الاكاديميه، بيقيس التقنيه والفهم الكروي وشخصيه اللاعب والسرعه، وده بيضمن له تطور متوازن بين المهاره والذكاء والشخصيه والسرعه في اللعب. واياكس بيستخدم شبكه كبيره من الكشافين لاختيار اللعيبه اللي عندهم
عندهم امكانيات متوافقه مع فلسفه النادي. كمان جميع المراحل السنيه بيلعبوا بنفس نظام وطريقه الفريق الاول، وده بيثبت هويه الفريق اكتر. وده انا اتكلمت عنه قبل كده، ان ما ينفعش طريقه لعب الفريق الاول ما يبقاش ليها علاقه بطريقه لعب المراحل السنيه الثانيه، سواء في النادي او المنتخب. سيستم زي ده بيطلع لعيبه اوتوماتيك للفريق الاول، بيخلي اللعيبه مش محتاجه وقت للتاقلم على الطريقه. وبرده مع نفس فكره دوري الرديف اللي بيشارك بيها يانج اياكس، الفريق الثاني الاياكس في الدرجه الثانيه في الدوري الهولندي، بتدي فرصه للمواهب للاحتكاك زي ما قلنا. ده خلى اياكس من اكتر واسرع الانديه في العالم تصعيد للمواهب، وخلاهم يعتمدوا على اللاعبين الاكاديميه في تقويه الفريق الاول او انهم يبيعوهم بعد كده بمبالغ كبيره. اما النادي الانجليزي ساوثهامبتون كان عنده رؤيه واضحه ومختلفه، كان هدفه ان 50% من قائمه الفريق الاول يكونوا لاعبين خارجين الاكاديميه، لدرجه انهم بيبقوا عارفين المركز ده هيفضى امتى، وبيتم قبلها تجهيز الناشئ اللي هيعوضه في نفس المركز في المستقبل. عاملين حاجه كده زي البيزنس موديل، بس بدل ما يقدموا شارك تانك قرروا خلوا الاكاديميه هي المصنع اللي النادي عايش عليه اقتصاديا وفنيا، سواء تصعيد اللاعبين الشباب للفريق الاول او بيعهم للانديه الثانيه. ومن كميه اللاعبين خارجين اكاديميه ساوثهامبتون وراحوا انديه في التوب ليفل، في ناس كتير شايفه انهم ساهموا بشكل كبير في صناعه مجد ليفربول، مع ان النادي بيعتبر من افضل انديه في الدوري الانجليزي. يعني زي ما انت شايف مفيش حاجه اسمها اكاديميه يعني فلوس، ولكن نظام وسيستم مدروس بشكل احترافي. وعلى فكره احنا كان عندنا حاجه زي كده زمان، ولو سالت اي لاعب في الجيل الذهبي للكره المصريه كان هيقول لك ان هو كان منضم لمدرسه الموهوبين في النادي الفلاني. النادي كان بيتبنى المواهب من الالف للياء من جميع محافظات مصر، وبيعتبرهم استثمار للنادي في المستقبل. لكن الموضوع ده اختفى وبقى الموضوع كله بيزنس. وعشان نكون صراحه، النماذج اللي انا عرضتها دي صعب جدا تتنفذ في مصر، ده محتاج سيستم ونظام وامكانيات وخطه تطوير كامله، واحنا بنكح تراب. ومن الاخر ما عندناش الصبر كل ده. طب كده ايه الحل يا شرنوبي؟ انت بوظت لنا كل حاجه. لازم يحصل تدخل من مسؤول سواء من الاتحاد او الرابطه عشان يفرض لوائح تقدر تخدم مصلحه اللعيبه الشباب في المستقبل. وبما ان دي قناتي وده مشروعي فقررت اكون انا المسؤول ده، ونجرب هي جت عليا. فتعالى اقول لك ايه الحل في الاكاديميات والانديه الاستثماريه اللي مالهاش صاحب دي. بعد فضيحه خروج المانيا من يورو 2000 وتزايلها المجموعه وارتفاع معدل اعمار لاعبين المنتخب، الاتحاد الالماني ورابطه الدوري خدوا قرار غير حاجات كتير في مستقبل الكره الالمانيه، ان مفيش اي نادي في الدوري الالماني او الدرجه الثانيه هياخد رخصه للمشاركه في البطولات الا بوجود اكاديميه معتمده للنادي. مش بس كده، الاكاديميه لازم يكون فيها ملاعب، عدد مدربين مؤهلين، اطباء، وسكن للعيبه. ونتيجه الكلام ده استثمار حوالي 1.5 مليار يورو في الشباب، وظهر جيل مولر ونوير وكيميتش اللي جابوا كاس العالم لالمانيا 2014. طب ازاي ننفذ ده في مصر بالشكل المناسب لينا؟ المفروض اتحاد الكوره يعمل زي الاتحاد الالماني ويرفض مشاركه اي نادي في الدوري غير بوجود اكاديميه معتمده للنادي بالشروط والنظام اللي هيقترحها اتحاد الكوره على مستوى امكانيات الدوري. ودي هتمنع شراء اسماء الانديه للاكاديميات اللي مش معروف مصدرها ايه ومين اصحابها، لان كل نادي هيبقى ليه رخصه ولو خالفها مش هيشارك في البطوله. وكمان الرخصه دي مش هتكون للانديه بس، اي اكاديميه استثماريه عايزه تمارس نشاطها لازم تاخد رخصه معتمده من الاتحاد المصري، ولكن بشروط اعلى ومتطلبات متقدمه اكتر. مش انت عايز تكسب فلوس يبقى ضيف لي امكانيات مش موجوده في الانديه وبسيستم معروف، وده هيقلل جدا اكاديميات المصالح والسبوبه. والمواهب والشباب والاهالي هيقدروا بعد كده يعرفوا مين النصاب ومين اللي هيطور ولادهم فعلا، لان كله بقى ليه رخصه معتمده وفي رقابه عليه. وفي بعض الانديه الاوروبيه عامله نظامين، بس زي ما قلنا قبل كده الاكاديميه بتبقى تابعه للنادي بس، واي حاجه بالفلوس بتبقى حاجه زي مدارس الكوره كده، وبتبقى عباره عن تعاون مستثمر مع النادي مش اكتر، زي الاكاديميات والانديه الاوروبيه اللي موجوده في الخليج والوطن العربي. كمان اتحاد الكوره لازم يجبر الانديه على اشراك لاعبين شباب اكتر. الاتحاد المكسيكي عمل فكره بسيطه ومش محتاجه اي امكانيات، وهي قاعده ال1000 دقيقه. الاتحاد المكسيكي كان لازم يلاقي حل لمشكله اختفاء اللاعبين الشباب وقله مشاركتهم في الدوري. الانديه كانت بتعتمد اكتر على اللاعبين الاجانب واللعيبه الكبار، وده اثر بشكل كبير على اداء المنتخب. الاتحاد المكسيكي خلى كل نادي ملزم يحقق 1000 دقيقه لعب للاعبين تحت سن 23 سنه في الموسم الواحد. وهنا حد يسالني سؤال، ما ممكن الانديه تشارك اللعيبه الشباب في ماتشين 3 مش مهمين، او تنزل كام لاعب في اخر ربع ساعه من الماتش وتخلص دقائقها، فكده ايه الفايده؟ الموضوع مش بالبساطه دي. الدقائق بتتحسب بنسب حسب سن اللاعب، يعني اللاعب لو عنده 19 سنه او اقل بيتحسب له 100% من الوقت، لكن لو سنه 23 سنه بيتحسب له 20% بس من عدد الدقائق اللي لعبها. وكل ما سن اللاعب ده يقل دقائقه بتتحسب بشكل كامل. ده غير كمان اقصى عدد دقائق مسموحه للفريق في المباراه الواحده هو 180 دقيقه بس، وفي قواعد تانية كتير بتمنع اي حد يشغل دماغه. ولو اي نادي ما حققش عدد الدقائق المطلوبه بيتخصم منه 3 نقط في اخر الموسم، وكمان بيتخصم منه 15% من فلوس حقوق الرعايه. القانون ده خلى الانديه تخترع فرص للشباب غصب عنهم، وحفزهم انهم يدوا فرصه للاعبين شباب اقل في السن، وده قلل معدل اعمار الدوري عندهم لدرجه ان الدوري المكسيكي بقى ربعه لعيبه تحت 21 سنه. ولاعيبه شباب كتير استفادوا من القاعده دي، زي الياس مونتاري اللي اتالق في كاس العالم للانديه واخد جائزه ثالث افضل لاعب في البطوله وهو عنده 19 سنه بس. ده غير جilberto مورا لاعب عنده 17 سنه والعيون كلها بقت عليه، وقريب جدا هتسمع عن انتقاله لاحد انديه التوب في اوروبا. قرار واحد جريء بس اتاخد غير مستقبل الكوره عندهم. انت ممكن تعمل نفس الفكره، ان كل فريق ملزم بعدد دقائق لعب معينه للاعبين تحت 21 سنه طول الموسم، ويتم الاتفاق عليها بين الاتحاد والانديه، مش مجرد بس وجودهم في القائمه، لازم كمان يلعبوا. او تعمل حاجه خفيفه زي اللي عملها الاتحاد الصيني. الاتحاد الصيني كان بيلزم وجود لاعب تحت 23 سنه في التشكيل الاساسي، وممنوع يتبدل الا بلاعب بنفس السن. كمان قائمه الفريق اللي مسموح بيها في الدوري المصري ليه تبقى 35 لاعب؟ ليه تقعد
تحشي فيها لعيبه كبيره في السن على الفاضي وملهاش اي لازمه. يعني مفيش مبرر لتواجد لاعب زي دودو جباس في قائمه فريق زي بيراميدز من غير دور او تاثير واضح. اكيد تواجد لاعب شاب في مكانه افيد بكتير حتى لو ما بيلعبش. لازم قائمه الفريق الاول تقل وتبقى 25 لاعب بس، والباقي لعيبه تحت السن، وده هيخلي الانديه تصعد اكبر كم من اللعيبه اللي تحت السن عشان يستفيدوا بيهم، وده هينزل مستوى البيك بتاع اللاعب المصري لبدايه العشرينات بدل ما لازم يستنى لحد ما يوصل ل 27 سنه عشان يوصل لقمه مستواه. وده اللي عمله الاتحاد الانجليزي. الاتحاد الانجليزي قال ان اي لاعب تحت 21 سنه مش هياخد مكان في قائمه الفريق الاول. الاستثناء ده بيشجع الانديه انهم يضموا اكبر عدد من اللعيبه الشباب، فبيديهم فرصه اكبر لان قائمه الفريق بتكون مفتوحه للاعبين تحت 21 سنه. طبعا كل القواعد والاقتراحات اللي اتكلمنا عليها لازم يبقى ليها عقاب ثابت لو الانديه ما قدرتش تنفذ المطلوب. مش عايزين نسيب المهم ونركز في المشاكل اللي ملهاش لازمه. ويا باشا ده الدوري بتاعك وانت حر فيه، وهتضيف متعه واثاره واحداث جديده بين الفرق بدل شغل البلكونات وانعدام الافكار اللي موجود في البرامج. طبعا ده هيمنع وجود لعيبه كتير ملهاش اي لازمه في القوائم. مش لازم النادي يبقى عنده زنقه ماليه عشان يضطر يعتمد على الشباب ويلاقي فيهم مواهب كويسه، واحسن كمان من الاجانب اللي بتشتريهم وبتضيع عليهم دولاراتك. وعلى فكره في قاعده قبل كده اتنفذت في مصر وعملت نجاح كبير. الاتحاد المصري برئاسه سمير زاهر اخذ قرار بمنع الانديه من التعاقد مع حارس اجنبي بعد انحدار مستوى الحراس المصريين في 2011، وده خلى الانديه تضطر تلعب بحارس مصري، وفعلا مستوى الحراس بدا مع الوقت يعلى ويرجع تاني. لان كده انا مش قدامي غير المصري. يعني لو انت عندك نقص في مركز معين ممكن تمنع الانديه من التعاقد مع اللعيبه الاجانب في نفس المركز اللي انت محتاجه، فيضطروا يدوروا اكتر على المواهب في المركز ده. وموضوع القرارات ده ما اتعملش في الكوره بس. النقله اللي عملها كابتن حسن مصطفى في مستوى كره اليد كانت بنسبه كبيره راجعه لقراراته كرئيس اتحاد، والسيستم اللي عمله بعد كده كله ماشي عليه طور كتير في كره اليد المصريه، زي فكره دوري مرتبط وربط نتائج الفريق الاول بنتائج فريق الناشئين. وده خلى الانديه تهتم اكتر بالناشئين، لان لو ما اهتمتش بيهم مش تقدر تحقق الدوري. نتائج الفريق الاول مش كفايه، او زي اللي عمله لما لقى عجز في اللعيبه اللي بتلعب بايديها الشمال فخلى اللاعب الايسر لما يسجل هدف يتحسب بجونين، وده خلى الانديه تتسابق ويدوروا اكتر على اللعيبه اللي بتلعب بايديها الشمال وعالج الخلل. وكان نتيجه الكلام ده ان منتخب مصر ما حدش بيقف قصاده في افريقيا ومصنف عالميا، والاجيال اصغر سواء ناشئين او شباب بقت مبشره جدا. وبدل ما نقضيها بدل واجتماعات ومناقشات اللي انتهت من ايام اعتزال بيليه كره القدم والحارس بقى بيلعب بجوانتي، نركز اكتر ونعرف ان المسؤوليه قرارات مش مجرد جرافطات. ودي كانت بعد قراراتي كرئيس محتمل لاتحاد الكوره، وتتلخص في دوري نضيف ورخص للاكاديميات وتقليل قائمه الفريق مع تواجد قاعده لاجبار الانديه على مشاركه اللعيبه الشباب، وكلها تجارب اتنفذت واتعملت وحققت نجاحات عشان ما يبقاش عندنا ناشئين عواجيز تاني بعد كده. بس كده لو عجبك مشروع شرنوبي للنهوض بالكره المصريه اوعى تنسى اللايك وسبسكرايب، ولو مهتم انك تكون عضو في قائمتي فهنعمل جروب على الفيسبوك لاي حد عنده افكار تساعد على تطور الكره المصريه، وهيبقى ليك فرصه تطلع معايا في احدى الحلقات، بس ابعت لي الانستجرام. منتظر اقتراحاتكم وسلام.